النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة جدا للبامية بطريقة زمان. مش هنعمل فيها أي حاجة جديدة خالص، يعني من أحب الطرق على قلبي اللي بعمل بيها البامية. خلينا يلا نشوف الطريقة ايه. أول حاجة هنحط معلقة سمنة بلدي أو زبدة المتوفر عندك في البيت، وبعد كده هبشر بصلاية كبيرة وهحط عليها فص ثوم واحد. هبتدي ان انا اشوح البصلايه دي لحد ما يكون لونها معايا بامبا. هحمرها بس مش هحرقها، هخليها لونها بامبا كده. اول ما توصل معايا للون ده هنزل على طول بمعجون طماطم او بصلصه. انا ما كانش متوفر عندي طماطم فريش فعملت على طول صلصه. طبعا لو انتي موجود عندك طماطم اعصريها وصفيها، وهننزل بعصير الطماطم وعليه معلقه صلصه واحده بس. بعد ما نزلت كمية الصلصة اللي عندي هنزل عليها بالشوربة. يعني الصلصة اللي عندي تقيلة شوية مش خفيفة، فابتدي ان انا اخلي قوامها يكون اخف شوية. هنزل بشوربة ب3 كبشات او 4 كبشات شوربة، حسب بقى القوام اللي انت عايزاه. يعني انا مش بحب البامية تبقى خفيفة، بحبها تبقى الصلصة بتاعتها متماسكة شوية غير اي خضار تاني. البامية عامة بتحب الصلصة تكون متسبكة كويس جدا. هحط الشوربة وهقلبها وهسيبها لحد ما تتسبك كويس جدا. هحط بقى ملح وفلفل اسود بس، معلقة كبيرة ملح ومعلقة صغيرة فلفل اسود. اهم حاجة هنغطي على الخضار، يعني هنغطي على الصلصة لحد ما تتسبك شوية. وبعد كده هحط البامية بتاعتي. انا البامية عندي بكون مفرزنة وهنزل بيها على طول. انا لا بحط عليها زيت ولا بحمرها ولا اي حاجة. انا بعملها بالطريقة العادية بتاعت زمان. يعني دي مغسولة ومعمولة في البيت مش جاهزة، فعلى طول بنزلها من الفريزر وبحطها على طول في الطماطم. هبتدي ان انا اقلبها كويس وهسيبها لحد ما تستوي تماما. قبل ما اطفي عليها بحاجات بسيطة جدا ببتدي ان انا افرم 3 فصوص كبار من الثوم وعليهم فلفل اخضر. لو مش متوفر عندك فلفل اخضر عادي جدا حطي توم بس. انا مش بحمر التومة، بحطها نية وبسيبها شوية كده لمدة 10 دقايق، وبعد كده بنزل باللحمة المسلوقة بسيبهم مع بعض شوية. بعد كده بقدم البامية على طول. دي أسهل وأسرع طريقة، حتى لو انتي مبتدئة هتقدمي بيها البامية. لو حابة تاكليها بعيش كليها. طبعا في ناس بتحب تاكلها بالعيش، في ناس بتحب تاكلها بالرز. قدميها بالطريقة اللي تعجبك، طريقة سهلة وبسيطة. جربوها بالطريقة دي وان شاء الله تعجبكم. واشوفكم تاني في فيديو قريب، وهكتب لكم المقادير كاملة تحت الفيديو لو حد حابب يشوفها. اشوفكم تاني على خير وباي باي.